عشان تعمل فورمة صح لازم تتمرن بالعقل. في الفيديو ده هتعرف يعني ايه تمرينة بنش قوية. هنركز على مساحة البنش من فوق وتفجير البنش، يعني هنعمل سمك للبنش. وأول حاجة هنبدأ زي ما احنا متعودين التسخين، لأن ده أهم حاجة عشان نكمل التمرينة من غير أي إصابات. هنسخن الكتف كويس وهنسخن العضلة اللي هنلعب عليها وهي البنش. وهنبدأ أول حاجة بضخ الدم في البنش ونعصر البنش على الكيبل. هنعمل الكيبل لحد هننزله لمستوى البنش، وهنلعب 4 مجموعات في 12 عدة، ونعصر ونركز في اللعبة البطيئة عشان نفجر البنش ونضخ فيه الدم على قد ما نقدر. وبعد كده هنخش على الدمبل العالي. هنخلي الكرسي في مستوى من 30 ل 40، مش اقل ولا اكتر من كده. وهننزل نزلة كاملة بطيئة، اهم حاجة نزلة كاملة لحد مستوى الكتف. وهنلعب 3 مجموعات في 15 عدة بتكنيك مظبوط زي ما احنا متعودين. بعد كده هنخش على الضغط. هنلعب ضغط، يعني من اجمل التمارين اللي بتفجر البنش معانا وهي الضغط. ما تستقلش بالضغط، هنلعبها وهنحط فيها وزن لو نقدر. العدد فيها على قد ما تقدر لحد البنش يفصل منك خالص. وبعد كده على طول هنخش على المتوازي ونجيب البنش السخن من تحت. وهنلعب برضو 3 مجموعات مش اقل من 12 ل 15 عدة برضو على قد ما نقدر. وهتكتف رجلك وتوطي صدرك شوية من قدام. واهم حاجة النزلة والطلعة تكون بطيئة عشان تحمل على البنش على قد ما تقدر وتفصله خالص. بعديها على طول هخش على المساحة، ودي اهم تمرينة معانا، المساحة للبنش العالي عشان تعرض معانا البنش من فوق ويبقى تدينا الشكل العريض للبنش من فوق. هنلعب برضو 3 مجموعات في 15 عدة، ونازلة وطالعة بطيئة جدا من غير تانية، يعني تانية بسيطة بس في الكوع وثابتين عليها. وبعد كده هنخش زاوية واحدة بس للباي لحد ما نفصل فيها خالص 4 مجموعات، والعدد من 12 ل 15 عدة. هي مجموعة وحيدة فلازم نفجر بيها البنش وبلاش نلعب فيها دروب. ويعني عاوزين نفصل فيها لان هي تمرينة واحدة عاوزين نفجر بيها الباي. وبكده احنا خلصنا التمرينة. وقولوا لنا ايه رأيكم في التمرينة دي، وان شاء الله هتعمل معاكم نتيجة كويسة لو جربتوها. وقولوا لنا مستنيين مننا إيه في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك معنا في القناة. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah, it's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah, she asked me if I had another minute and I